الحلو هو اللي يعمل الحلو. لو عندك كوباية لبن واحدة وكوباية ونص شعرية، مش قادرة أقولك هتعملي جمال جمال وتحلية وسهلة وبسيط ومش هيكلفك أي حاجة. صدقيني طعم وريحة وقوام في منتهى الجمال. استأذنك قبل ما نبدأ الفيديو تعملي الاشتراك الجميل واللايك الحلو والكومنت الجميل اللي زي قلبك، ونسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنبدأ حبيبة قلبي في الوصفة بتاعتنا. يلا بينا حبيبة قلبي. الحلو هنجيب بجد حلة اللي يتقال معانا، عليه حلو هنحط لما ما معلقة يكلفنيش كبيرة اي حاجة سمنة، وفي سمنة الاخر بلدي، يطلع طعمه سمنة فلاحي، خرافة سمنة وشكله عادية خالص، خرافة مفيش أي وطعمه مشكلة. جنان. هتسيح على مش نار قادرة هادية. اقولك فعلا هتحطي كوباية ونص المكونات في البيت شعرية. ومش هتصدقي، شعرية حاجات بسيطة مفيش جدا في بيت البيت مفهوش ومش شعرية، هتشتري كوباية حاجة. ونص. هتعملي تمام الجمال ده كله. اهو. بس زي ما استأذنك انت شايفة تشتركي في القناة، هتقلبي تعملي اللايك كويس لو عجبك جدا الفيديو لحد ما والكومنت الجميل. معاكي الشعرية سمي الله ايدك ونصلي فيها على وعلى الرسول نار صلى الله هادية عليه لحد وسلم. ما معانا وهنبدأ الشعرية حبيبة تاخد قلبي في اللون الوصفة اللي انت بتاعتنا. شايفاه الجميل دوت. استأذنك لون تشتركي الشمس في ده. القناة. هنحط عليه اول ما تحمر معانا هنحط عليه كوباية ونص مية. كوباية ونص مية، خلي بالك بالراحة عشان خاطر في المرحلة دي النار بتبقى يعني الحاجة بتبقى نار، فخلي بالك. هتقلبي كويس جدا اهو، ايدك فيها باستمرار لحد ما تلم معاكي. هنحط بقى السكر بتاعنا، التحلية بتاعتنا. انا حطيت 4 معالق سكر كبيرة. قلبت كويس جدا، ده بالنسبة لي السكر كان مظبوط. انتي دوقي قبل ما الشعرية تستوي، لان في المرحلة دي هي دي المرحلة اللي ينفع تحطي فيها السكر، بعد كده ما ينفعش. تدوقي لو عايزة سكر تاني حطي، مش عايزة يبقى كده تمام قوي. هتغلي معانا الشعرية زي ما انت شايفة اهو، هتغلي معانا وتستوي، هتشرب المية جدا. كده بالنسبة لنا الشعرية خلصت واستوت. هتجيبي صينية معانا مدهونة سمنة زي ما انت شايفة اهو، والشعرية استوت وشربت المية بتاعتها. هتنزليها في الصينية وتسويها كويس قوي. بصي الشعرية رفعتها من على النار حطيتها على طول. هسويها كويس قوي في الصينية. تمام. زي ما انت شايفة اهو، هتسيبيها تبرد على جنب. في المرحلة التانية بنفس الحلة اللي عملت فيها الشعرية على نار هادية، هنجيب معانا كوباية لبن اللي قلتلك عليها في الأول. عايزة تحطي كله لبن مفيش مشكلة، عايزة تحطي اللي عندك. أنا عندي كان كوباية لبن، كملت بالباقي مية. والوصفة معانا طلعت زي الفل مفيهاش أي مشكلة. حطيت كوباية لبن، كوبايتين مية، زي ما انت شايفة اهو. لو وصلتش معايا لحد هنا ما تنسيش تصلي على النبي وتشتركي في القناة حبيبة قلبي. هنحط النشا بتاعنا مهم. زي ما انت شايفة 3 معالق نشا على كل كوباية لبن أو مية نشا. هنحط برضو سكر زي ما انت شايفة اهو، معلقتين سكر كبار. هتقلبي كويس جدا جدا بالراحة كده، ده كل ده على نار هادية، انا لسه مفتحتش النار. على نار هادية يبقى 3 كوبايات، كوباية مية، كوبايتين مية، كوباية لبن، 3 معالق كبار نشا، معلقتين كبار سكر. هتقلبي كويس جدا جدا بالراحة من غير نار خالص. وبعد كده اول ما يدوب معانا هتشغلي النار على نار هادية. هيبقى معاكي قوام كريمي كريمي ناعم جدا جدا جدا. مش قادرة اقولك قوام وطعم في منتهى الجمال. اهو في المرحلة دي حطيت رشة فانيليا، معلقة صغيرة كده فانيليا عشان تدي معايا ريحة وتستحلو للقوام. بصي القوام كريمي جدا جدا. كده خلاص انا طفيت. هصبه بقى ايه على خليط الشعرية. احلى تحلية ممكن تاكليها، سهلة وبسيطة. مش قادرة اقولك جميلة جدا. هي ممكن تتاكل كده على فكرة. هتسيبيها طبعا تبرد شوية وبعد كده تحطيها في التلاجة تتماسك. انا كان عندي الفورميسيل ده، بس انا انصحك ما تحطهوش لان بيطبع، بينزل لونه. تمام، بينزل لون فيه، فبتبقى